حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. فيه ناس كتير سمعوا الحلقات اللي فاتت عن موضوع التار في الصعيد، وناس كتير بعتولي على صفحة راديو كيمت على الفيسبوك، بعتوا بعض الحلول اللي اقترحوها من وجهة نظرهم للقضاء على عادة التار في الصعيد. وطبعا أنا قمت بدراسة الحلول دي وعرضتها على بعض المختصين في القانون وعلم النفس والاجتماع، وبرضك على باحثين مختصين في الصعيد علشان يقولوا لي رأيهم في الحلول دي. وبعض الحلول قالوا لي إنها ما تناسبش ناس الصعيد لطبيعة نظامهم القبلي ولتعارضها مع عاداتهم وتقاليدهم. وفي بعض الحلول قالوا لي إنها مليحة وممكن تتنفذ وتجيب نتائج كويسة. وهعرض على حضراتكم بعض الحلول دي سواء اللي اترفضت أو اللي اتقبلت. في حل وصلني من المستمع ضاد فيه كاف، واللي بيقول فيه: ممكن يا عمدة نجندوا ناس من أهل القرية ينقلوا أخبار العائلات اللي بينهم تار، فالشرطة تروح قابضة على اللي بيشتروا السلاح أو يعرفوا مين القاتل طالما الناس بتخاف تقول. وأحب أقول لك يا ضاد فيه كاف إن الحل ده ما يصلحش واصل في الصعيد، لأن أهل الصعيد ما يعرفوش الخيانة وما ينفعش يبقوا جواسيس على بعض. ولعلمك الحل ده رفضته اللجنة اللي فحصت المقترحات عشان ما تقولش العمدة مستقصدني ولا حاجة. وفي حل تاني وصلني من المستمع اللي رفض يقول اسمه، واللي بيقول فيه: ممكن يا عمدة المجالس العرفية تلم السلاح اللي في البلد كلها وتحطه في مكان أمين، وليكن مثلا في بيت متطرف في وسط الجزيرة، وبكده محدش هيستعمله في القتل. أحب أقول للمستمع الكريم إن الحل ده ما ينفعش، لأن القتل في الصعيد مش بس بالسلاح، ممكن بالنبوت أو الفاس أو بأي آلة حادة. وطبعا بخبرتي الكبيرة عرفت مين صاحب الحل الفهلوي ده، لأن مفيش حد بيته متطرف في الجزيرة غير مرعي، ورسالته كشفته وشكله عايز يتاجر في السلاح يا وكيلهم. وعشان كده يا مرعي هتقوم تعمل شاي لكل الناس اللي في الدوار ومش هتروح بيتك النهارده. وفي حل وصلني من المستمع طلبة عبد الشكور، واللي بيقول فيه: ممكن يا عمدة نخلي خطباء المساجد يقولوا للناس ويوعوهم عن خطورة العادة دي وإنها حرام. واستشهد المستمع الكريم في رسالته بالآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وطبعا أحب أقدم التحية لطلبة ودعمنا عبد الشكور، وأقول له إن فلوس أبوك اللي علمك بيها حلال، وإن اللجنة قبلت اقتراحه وقالوا عليه زيادة الوازع الديني. وفي حل وصلني من المستمع الدكتور ألف ميم ألف، واللي بيقول فيه إنه شايف إن دور لجان المصالحات في الصعيد مهم جدا وبيجيب نتائج زي ما سمعنا في الحلقات اللي فاتت. عشان كده لازم الدولة تقدم الدعم للمجالس دي وتديها صفة قانونية، والناس اللي بيشاركوا فيها يكون ليهم مرتبات. ليه؟ علشان يتفرغوا للموضوع ده. وكمان بيقترح زيادة عدد لجان المصالحات في قرى الصعيد. وطبعا المقترح ده اعتمدته اللجنة طوالي لأنه مهم جدا،
وفي حل وصلني من المستمع نون ه واو يه، واللي بيقول فيه: أنا شايف يا عمدة إن من ضمن أسباب التار الأوضاع الاقتصادية في الصعيد، علشان كده لازم الدولة تعمل مشاريع كتيرة في الصعيد وتدي الشباب أراضي في الصحراء يستصلحوها، علشان أراضي الصعيد الزراعية ما بقتش تقضي عدد السكان هناك. والحل ده برضو اعتمدته اللجنة وهترفعه للمسؤولين. وفيه اقتراح وصلني من المستمع فهد الصعيد، واللي بيقول فيه: لازم تواجد الشرطة يكون كتير في الصعيد علشان يمنعوا حوادث القتل دي. وأحب أقول لحضرتك إن الدولة مش هتمشي ورا كل واحد عسكري، لازم الناس تفهم إن ده خراب عليهم وعلى بلادهم، ولازم يبطلوا العادة دي لمصلحتهم. واللي يشوف دموع الأرامل والأيتام وزينة الشباب اللي بيروحوا بسبب العادة السيئة دي، لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يطلع رصاصة من سلاحه يقتل بيها حياته ومستقبل أسرة. فوقوا يا ناس، كفاياكوا دم. وفي القعدة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن حكاية جديدة من صعيد مصر في برنامجكم حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت. راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة.